السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا ردي على أحد الأشخاص أتباع السلقلقي ياسر الحبيب حينما طلبناه للمناظرة بعد هذه الاتصالات. كم الاتصالات؟ قرابة فوق 600 اتصال، وكل مرة كنا نطلبه للمناظرة كان يتهرب حتى خرج على قناتي وقال لا أناظر هذا، يقصدني لأنه مهرج ورفض المناظرة. وأجرى أحد الأشخاص يرتدي نقاب مغربي ويضع أحمر خدود على هذا النقاب، هذا الوجه الذي يرتديه، ليرد علي، وحضر له المادة كما أخبرني بعض الأحبة، وقال له يرد علي حتى يشغلني عن ألا أطلبه المناظرة مرة أخرى. فأتى بإحدى المقاطع وفرح بها الشيعة كثيرا، ونرد عليها الآن. شاهد معي أيها الكريم. وسلم. ومرت حلقتين معنا، وهذه الحلقة الثالثة في طعونات الشيعة في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم من سلسلة هذه الطعونات والكلام البذيء الذي يقال على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتاب نور الأبصار صفحة 51، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت إذا اشتقت، الرواية هكذا، إذا اشتقت إلى ثمار الجنة قبلت فاطمة. الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا انتهت. ولكن يأتي في منتخب كنز العمال المجلد 5 صفحة 97 ونور البصائر ومناقب الإمام علي: كنت إذا اشتقت إلى الجنة شممت رقبة فاطمة. والله أولا، فرق بين الكذب وفرق بين الخطأ. أنا سأرد على هذا المقطع يعني من 4 نقاط. النقطة الأولى، هذا كان حلقة لي، كان سلسلة عاملها حول طعونات علماء الشيعة في النبي صلى الله عليه وسلم، كانت سلسلة طويلة في بداياتي على قناة صفا. وهؤلاء يعني هذا الرجل أو غيره، أنا لا أقصد أنه هو رجل يعني الذي يضع أحمر خدود هذا كما رأيت صورته الآن، هذا الشخص يعني أنا أتعجب لماذا لم يرد على بقية السلسلة كلها، ولماذا علماء الشيعة لم يرد عليها؟ طبعا يجتزئون ما يريدونه. فرق بين الخطأ والكذب. أنا أخطأت نعم، وهذه ذكر أسامي كتب لأهل السنة والجماعة، ولكن هذه الرواية أصلا لا تصح عند أهل السنة والجماعة حتى وإن كنت في بداية أمري. أهل السنة والجماعة يقول شيخ الإسلام الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا الحديث موضوع أي مكذوب، لا يصلح نحن نرويه إلا لنبين حاله. أما الكذب كما ترى الآن أيها المشاهد من هذا السلقلقي. الدرامية تصور الأمر أنني طفلة بريئة اختطفت من براءة الطفولة، نكحت رغما عن أنفي بهذا الأسلوب. نعم في البخاري موجودة. فلماذا هذا الكذب؟ ألا لعنة الله على الكاذبين. هكذا تنصرون دينكم؟ فلماذا هذا الكذب فعلا كما يقول لك صاحب الأحمر خدود؟ ألا لعنة الله على الكاذبين. ها هو صحيح البخاري، صحيح البخاري في يدي الآن. أتحداك أن تأتني أيها السلقلقي العفن من هذا الكتاب بهذه الرواية التي أنت تقولها أن أم المؤمنين عائشة قالت نكحت رغما عن أنفي. تستطيع؟ والله لا تستطيع. كذاب. ها هو صحيح البخاري، اخرج لنا وقل في صفحة كذا. يكذب، فهذا هو الكذب. ثانيا، هل الشيعة قالوا هذا الكلام الذي أنا كنت أقوله عن فاطمة رضي الله عنها؟ بل والله قالوا أكثر من ذلك. قالوا أن النبي كان لا ينام حتى يقبل فاطمة عياذا بالله من بين ثدييها ويشم رقبتها ويضع لسانه في فيها يمس، يعني كلام لا يقال. ولكن أنا أريد أن أسمعك شيء من هذا. وهو يتكلم رضوان درويش عن صدر الزهراء رضي الله عنها في الحسينية، وأنا أقول لهذا المنتقب صاحب الأحمر خدود ذو الفقار: هل ترضى يا ذو الفقر إن رضوان درويش يتكلم عن صدر أمك في الحسينية؟ يجلس في الحسينية ويقول صدر هذا الرجل المغربي، وما أدراك ما صدر أمي، صدر أمه، في صدر أمه الحكمة، ويصف صدر أمك وفي صدر أمه، وأبوك كان لا ينام حتى يقبل أمه من بين ثدييه. ترضى ذلك؟ شاهد ماذا يقول رضوان درويش. المسمار وسل صدرها خزانة الأسرار. هذا الصدر صدر الزهراء خزانة أسرار الله. هذا الصدر الرواية تقول محمد ما كان ينام قبل أن يقبل صدر فاطمة وعنق فاطمة وفم فاطمة وخدي فاطمة وجبين فاطمة ويقبل يدها ويقول أسفي عليك ما أقصر عمرك. بالواقع أعزائي 18 سنة وشهرين و26 يوم عاشت الزهراء.
إذا ماكو عجب ولا غرابة في مسألة أنها تتحرك وتمشي عمرها ساعة ولا نص ساعة ولا دقيقة، كل سواسي عند المعصومين بأبي هم وأمي. فتجي تمشي ويتناولها المصطفى صلى الله عليه وآله، يضمها إلى صدره، يقبلها بين عينيها، يقبل يمينها يسارها، وتالي شنو؟ يضع لسانه في فمها فترتشف من ريق أبي القاسم محمد. بل قالوا عن فاطمة رضي الله عنها أنها كانت مسترجلة قليلة الأدب. أنا سأبين هذا عياذا بالله رضي الله عنها، حشرني الله مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من معجزاتها أن هي كانت بتردع أبنائها من وراء ظهرها، كانت تضع ثديها خلف ظهرها لطولهن كما يقول صاحب اللمعة عياذا بالله. كلام قبيح. قالوا أنها كانت يعني عياذا بالله تدخل الرجال الأجانب في بيتها وعلي ليس موجود في البيت، وتقول لهم حبيبي، كما تقول هذه رواية في كتاب بحار الأنوار لمحمد بكر المجلسي. علي قابل سلمان الفارسي وقال اذهب لزوجتي فاطمة مشتاقة ليك، ويذهب سلمان. حتى وإن ضعفت الرواية هجيب لك علماء ليك بيقروها في الحسينية. أريدك لو رجل قل من يعتقد بهذا فهو زنديق. اذهب لزوجتي مشتاقة إليك، فيذهب سلمان لزوجته ويقول لها فاطمة، يدخل لها ففاطمة مرتدية شيء من خمار، لو غطت رأسها ينكشف ساقها، والعكس لو غطت ساقها ينكشف شعرها أو رأسها. وقالت له حبيبي لماذا جفوتنا عياذا بالله. قالوا انها كانت امرأة فاشلة، انها كانت تتشاجر مع الرجال. الشاهد الأول قبل أن تشاهد، محمد حسين قال كشف الغطاء هذا. هل تعلم مكانته العلمية عند الشيعة؟ لأني سأبين لك أنه يقول أن فاطمة فاشلة. انظر من هو هذا الرجل كما يقول كمال الحيدري. بين الله من أعلام الإمامية في الفقه والأصول والفلسفة والعرفان والكلام وعلم الخلاف. أنا شخصا من الذين أعتقد أن الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء من العلماء الذين أدعو إليهم، أقول بأنه لا بد أن يكون المرجع الديني ماذا؟ جامعا للمعارف الدينية. العلامة محمد حسين كاشف الغطاء كان من الشيخ كاشف الغطاء ليقع في مطب ليته ما وقع فيه، مطب شديد، في صفحة 163 وهو يتحدث عن عتاب الزهراء لأمير المؤمنين بعد رجوعها من المسجد. وقد تحدثت عن هذا الموضوع بشكل مفصل وموجود أيضا على موقع زهرائيون. ماذا يقول؟ وكلماتها مع أمير المؤمنين عليه السلام ألقتها بعد رجوعها من المسجد، وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداب. فاطمة خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج من حظيرتها مدة عمرها، فقط هنا خرجت فاطمة من حدود الآداب. هنيئا لك يا شيخ محمد حسين. من حظيرتها مدة عمرها لم تخرج، يعني تبقى قلة الأدب إلا في هذا الوقت عياذا بالله. رضي الله عن فاطمة، وصل أن يحشرني معها، وهؤلاء زنادقة مجرمون. والله فاطمة ما خرجت عن حدود الأدب كما يزعم هؤلاء. لم ينتهي الأمر إلى هذا، بل قالوا أن فاطمة كانت تتشاجر مع الرجال. أصول الكافي تتشاجر وتأخذ الرجال من تلابيبهم، تجمع ثوبهم عليها وتجذب الرجال إليها. لماذا؟ ماذا تريد منهم؟ الشاهد والحكم لك أيها المشاهد. اقرأ معي ماذا يقول أيضا المازندراني في شرح أصول الكافي. ينقل الرواية الأول أن فاطمة عليها السلام لما أن كان من أمرهم ما كان أخذت بتلابيب عمر فجذبته إليها، ثم قالت أما والله يا ابن الخطاب لولا أني أكره يعني أن يصيب البلاء من لا ذنب له، إلى آخر الرواية. انظر بقى المازندراني بيقول تحت ماذا؟ أخذت بتلابيب عمر. التلابيب جمع التلبيب، وهو ما في موضع اللبب من ثياب الرجل. تقول أخذت بتلابيب فلان أو أخذت بتلابيب فلان إذا جمعت عليه ثوبه. فاطمة جمعت ثوب عمر رضي الله عنه وأخذت بتلابيب وجذبته إليها رضي الله عن فاطمة، ونبرئ فاطمة من هذا.
نبرئ فاطمة من هذا المعتقد الباطل. لم ينتهي الأمر أنها تأخذ بتلابيب الرجال وتتشاجر مع الرجال، بل قالوا إن علي رأى فاطمة بتضرب من عمر كسر الضلع هذه الكذوبة، وقال لها، قالت له يا علي وين شجاعتك انت، يعني بمعنى الكلام انت مش راجل تدافع عني كما سنرى المعمم، بمعنى الكلام وين شجاعتك يا علي، يعني انت مش راجل بالمصري عندنا، انت مش راجل تدافع عني. لك ان تتخيل ايها صاحب الاحمر خدود، واحد داخل يضرب امك وابوك واقف يتفرج، امك هتعمل ايه؟ فاطمه قالت له كده وبتصرف عليه ان وين شجاعتك، عياذا بالله بالدياثه، عياذا بالله. شاهد ماذا يقول: واياك ان تبكي يا ذو الفقر المغربي. ولذلك بعد وفاة رسول الله صاحت: وين شجاعتك يا علي؟ يا علي وين ذاك اليوم موقفك؟ يضربوني قدامك مساكين. امسح دموعك ولا تبكي، لا تبكي، فالذي يجب أن يبكي ليس أنت بل أنا. امسح دموعك ولا انت لسه ما بكيتش، مش انت بتقول انك تشيعت، انت لسه انت ما تعرفش ان الروحاني والطبق وغيرهم قالوا بزواج يعني المتعة يجوز ان تعاقب اكثر من رجل على امرأة حتى السيستاني، يعني لو امك ارملة ممكن 5 يتعاقبون عليا، واحد تلو الاخر تلو. انت لسه ما بكيتش، لسه ما شفتش حاجة من دين الشيعة. لم ينتهي الامر الى هذا، بل قالوا ان فاطمة امرأة فاشلة. آية الله العظمى محمد بكر الصدر، ده ليه تلاميذ آيات عظمى علماء كبار الذي قال هذا الكلام. شاهد ماذا قال وهو يتهم فاطمة بأنها فاشلة عياذا بالله. أنا هنا لا أريد أن أناقش السيد محمد باقر الصدر عن كل صغيرة وكبيرة، فقط أريد أن أنقل تصوره عن الصديقة الكبرى. خلاصة كلامه ما هي؟ فاطمة فشلت. لماذا فشلت؟ أبو بكر كان داهية. ما رأيك أيها الشيعي؟ هل فاطمة فاشلة كما يقول هذا الرجل عالم كبير؟ لا تستطيع أن ترد فقط على أهل السنة لأنه مدفوع لك الأموال من أجل أن ترد على المسلمين. لم ينتهي الأمر إلى هذا، بل قالوا إن فاطمة كانت رافضة الزواج من علي. فاطمة رفضت الزواج من علي، ما كانتش عايزة تتزوج بعلي، والنبي قال لها لو كان عندي أفضل من علي كنت قدمت. شاهد ماذا يقول كمال الحيدري. الصلاة والسلام. هسه بعد رواية أوضح من هذه. قال عن ابن عباس إن فاطمة بكت هسه لقضيته، فقال النبي لها: اقنعي يا فاطمة بزوجك، فوالله إنه سيد في الدنيا وسيد في الآخرة. وأصلح بينهما، فأنزل الله مرج البحرين يلتقيان. يقول رسول الله: أنا الله، يعني الله ده يقول: أرسلت البحرين، علي بن أبي طالب بحر العلم وفاطمة بحر النبوة. وهذا أيضا ليس شيعي، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء ختم الله على قلوبهم. وهذا إذا قد يكون شيعي كمال الحيدري ممكن يخرج يقول ذلك، يعني لا حول، إن لله وإنا إليه راجعون. فعلا فاطمة كانت رافضة الزواج من علي وكانت مسترجلة تتشاجر مع. لم ينتهي الأمر، قالوا فاطمة كانت يعني عياذا بالله، مش عارف أصف الأمر إزاي. الله يوم القيامة يقول لفاطمة ادخلي الجنة، تقول له لا يا رب لن أدخل الجنة. ليه يا فاطمة؟ دخل لي الأول الشيعة شيعتي. فيدخل الشيعة: يا فاطمة ادخل الجنة. لا يا رب مش داخلة الجنة. ليه؟ اللي كانوا بيحبوا شيعتي دخلهم الجنة. يدخل محب، يلا يا فاطمة خش. لا يا رب ما اناش داخلة. ليه يا فاطمة؟ اللي كان بيجيب الأكل والشرب الأول لشيعتي، ودي شفاعة فاطمة. هذه الكفريات التي أوغل فيها علماء الشيعة. شاهد ماذا يقول زمان الحسناوي. منو المتخذ عند الرحمن عهد أنه أشفع فأشفع؟ تدري منو؟ اللي فاطمة ادخلي إلى الجنة تقول له أنت مواعدني ووعدك حق. شلون أدخل؟ قالها إيه مواعدك شنو؟ قالت له مواعدني ما تدخل للجنة حتى ترضيني، أنا ما راضية، رضيني. قالها خلاص ايش تردين؟ قالت له شيعتي يدخلون قبلي. فينادي المنادي: أين شيعة فاطمة؟ يقوم مجموعة: ادخلوا إلى الجنة. يدخل الجنة. فاطمة يلا طب للجنة. رضيناك. لا يا رب لم أرضى. ها محبي شيعتي، محبوا شيعتي،
فيدخلوا الجنة. يا الله أنت مواعدني ترضيني بعدني ما راضية. فينادي المنادي أين محبو شيعة فاطمة؟ يقوم نحن يا رب ادخلوا إلى الجنة. يلا فاطمة طب الجنة. لا يا رب بعدني ما راضية، أنت مواعدني. ها تبع ايش تردين؟ قالت له إلهي لا أدخل الجنة حتى يدخل الجنة من سقى الماء على محبتي ومن أطعم الطعام على محبتي. الغريب ان في كتاب بحار الانوار ان اول من يدخل الجنة فاطمة، فازاي لا تدخل الجنة الا لما يدخل الشيعي الاول؟ يعني الشيعي اللي بيزني باسم المتعة ويسرق باسم الخمس سيدخل الجنة قبل فاطمة. وفي الختام اتحدى هذا صاحب الاحمر خدود هذا المغربي، اتحدى ان كنت رجل، وانا اعلم انك لست بهذا، أن توافق على المناظرة في مكانة فاطمة بين السنة والشيعة. اللي انت رأيته الآن ده ليس بشيء. أنا عندي طوام في الكتب التي خلفي ومقاطع فيديو موجودة عندي في مكتبة المقاطع عندي، طوام حول طعنات الشيعة في فاطمة. حتى لا يعني يطول المقام بي وبك، أتحداك في مناظرة بعنوان مكانة فاطمة بين السنة والشيعة، ولك ضعف وقتي 3 مرات. أنا 5 دقائق وأنت ربع ساعة، بعد أن هرب شيخك الذي أعطاك المال لترد علي السلقلقي ياسر الحبيب. أتحداك الآن أن توافق على المناظرة.